يعني جسمك بيقولك ويصرخ انا عايز اعرق، عايز اشم هوا، عايز اتنفس، وهي مجرد ان جلد ومش عارف يعرق فبيخزن العرق تحت الجلد. عارفة الحبوب الصغيرة اللي بتظهر في الصيف تحت الجلد؟ بتكون شبه الفقاعات الصغيرة كده. بتحسي ان وشك مش بيعرق وجلدك بيتخنق؟ ده حاجة اسمها طفح حراري او هيت راش او ميلياريا كريستالينا، وممكن تكون لونها احمر اللي هي ميلياريا روبرا. دي اسماء علميه ملناش دعوه بيها خالص. المهم ان هي بتكون بسبب الحراره وبتيجي في الصيف. السبب مش ان بشرتك وحشه، السبب ان المسام بتاعه الجلد اتقفلت على بعضها، فالعرق اللي هو زي الميه مش لاقي مكان يخرج منه، فبيعمل فقاعه تحت الجلد لونها بلون الجلد او لونها احمر شويه. الحل مش هيكون في كريمات تقيله ولا مرطبات عشوائيه، الحل هيكون في 3 خطوات. اول حاجه هواء، تهويه وتبريد كويس. لو تعرف تفتح التكييف او مروحه دي هتبقى احسن حاجه معانا. تاني خطوه معايا في العلاج ان احنا هنستخدم غسول جل خفيف خالص ومرطب خفيف جدا زي جل الوفيرا او سيكالفي. لو حاسس ان في التهاب في الجلد هنضطر نلجأ للكورتيزون، بس يكون كورتيزون بنسبة خفيفة جدا، يومين او 3 ايام بالكتير. والموضوع ده بشوفه كتير جدا في العيادة، خصوصا في فصل الصيف. الناس بتبقى فاكرة ان دي حساسية او حب شباب او مش عارفين عبارة عن ايه، وهي مجرد ان جلد مش عارف يعرق، فبيضطر ان هو يخزن العرق تحت الجلد في صورة فقاعات مية صغيرة لونها بلون الجلد او احمر زي ما قلنا. لو عايزة تعرفي اكتر عن بشرتك في الصيف تابعيني وابعتيلي المشكلة بتاعتك في كومنت وهرد عليكي بنفسي في اقرب وقت ان شاء الله. ولو وصلتك المعلومة دي واستفدت منها شاركها مع حد بيعاني في الصيف ومش لاقي حل.